السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد والله إنه أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش معايا مسألة كده يا شيخ. يوجد في إحدى مواقع النت شركة اسمها كيونت. هذه الشركة بتعرض منتجات، المنتجات دي تعتبر شبه كويسة يعني. عفوا أختصر عليك الأمر. أيوة. شركة الكيونت أو الكويست نت إحدى شركات النصب والاحتيال، وعملها محرم، وذلك لجهالة أكثر السلع فيها. نعم بها بعض السلع المعلومة، ولكن أكثر السلع بها مجهولة وأثمنها باهظة، والمشتري في الغالب لا يشتري من أجل الشراء الحلال، إنما يشتري للتغرير بزبائن من أمثاله حتى يأخذ مقابل كل زبون يأتي به مبلغا. لكن العمدة في التحريم جهالة السلع المباعة، فيأتيك مثلا بحلقة من زجاج محاطة بنحاس أنت لا تعرف فيها أي شيء، ويقول هذه ب$1000. أنت لو بتشتري شراء حلال لن تشتريها ب$10 ولا ب$5، ولكن يقول فيها قوة مغناطيسية وتؤثر على العظام إلى غير ذلك من النصب. فلما سألت أهل الاختصاص في هذا، أهل الطب، هل تنفع هذه الأشياء التي تعلق في الرقاب أو في الأيدي عند بعض الرجال الذين أيضا وقعوا في محاذير كثيرة، منهم من يأتي بحديدة ويضعها في يده ويقول إنها بتذهب الروماتيزم إلى غير ذلك من الشعوذات. سألت عنها بعض الأفاضل من أساتذة كلية الطب، فقالوا لا تأثير لها أبدا في مثل هذا. فالغرر والجهالة في السلع تجعلني أقتنع قناعة تامة أن ما تمارسه شركة الكيونت أو الكويست نت وقبلها شركة بزناس كل هذا نصب واحتيال وتغرير بالعباد، والله أعلم. السلام عليكم.